النجمة اللبنانية مايا دياب أهل الصحافة والإعلام إلى مأدبة سحور بهدف اسمعهم أغنيات ألبومها الأول ماي مايا وأخذ رأيهم فيه قبل إصداره بعيد الفطر، وهي خطوة ما سبق عليها حدا. أمام كل كرسي كان في بطاقة كتبت عليها أسماء الأغنيات حتى يعطيها الصحافة علامة من 5، ووعدت مايا بأنها رح تاخد هالتقييم بعين الاعتبار وتحذف أغنيات ما عجبت الصحافيين، وقالت الصحافة أولاً لأنه هيدا إيفنت انعمل للصحافة اللبنانية والعربية لتكون عم بتشاركني رأيها قبل فرحتي بأعمالي وبأي شيء رح أقدمه، اسمع فيها رأيكم إيجاباً أو سلباً، ما عندي مشكلة. كل شيء كتبتوه أنا قبلانة فيه، بحبكم كلكم. أظهرت مايا نضج فني باختياراتها لأغنيات الألبوم يلي أشرف عليه هادي شرارة، وكان أجملها غمرني وقصتنا، الأغنيتين يلي صورتهم مع المخرجة أنجي جمال وظهرت فيهم مقعدة بعد ما صدمتها السيارة وصدمت بدورها فريق العمل بتأدية هالمشهد بنفسها بعد ما كان مقرر إنه شخص تاني يأديه عنها. بعيداً عن الألبوم، كشفت مايا إنها بصدد إطلاق ديو غنائي مع الفنان المصري بهاء سلطان.